السلام عليكم. هذا تحليلي فيما يخص حادث المرور اللي تثبت فيه المقطورة واللي دار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا معنا. صاحب المقطورة يسير في الرواق الثاني، من المفروض أن يسير في الرواق الأول، ويسمح له القانون الذهاب إلى الرواق الثاني في حالة الضرورة عند التجاوز. هنا لا نملك اللقطات السابقة لمعرفة وضعيته السابقة. السيارة السوداء على اليمين فوق الشريط الاستعجالي. هناك سيارة بيضاء على اليسار، وخلفها دراجة نارية تريد التجاوز. من المعروف أن كل المركبات عندهم زوايا لا يستطيع السائق رؤيتها، تسمى بالزوايا الميتة. وكلما كانت المركبة كبيرة كلما كبرت الزاوية الميتة. إذن الزوايا الميتة للمقطورة هي حوالي هذا المجال. في لحظة من اللحظات صاحب الدراجة النارية تجاوز السيارة البيضاء على اليمين، وهذا مخالف للقانون. وفي نفس الوقت السيارة السوداء بدأت تدخل تدريجيا على اليسار في مجال الزاوية الميتة. في هذه اللحظة سائق المقطورة لم يلاحظ أي شيء، باعتبار الدراجة النارية والسيارة السوداء كلاهما لا زالوا في الزاوية الميتة. عندما تجاوزت الدراجة النارية على اليمين وتقدمها بضع أمتار للأمام، خرج من الزاوية الميتة للمقطورة وأصبح مرئي للسائق الذي تفاجأ بدوره بقرب صاحب الدراجة، بالتالي قام بردة فعل طبيعية كي لا يصطدم بالدراجة النارية. ولكن مع الأسف هنا كانت السيارة السوداء داخل الزاوية الميتة بشكل كامل، ولاحظ مناورة صاحب المقطورة، مما أدى بصاحب السيارة السوداء بالقيام بنفس ردة الفعل الذي قام به صاحب المقطورة، وحدث الحادث المرور الذي شاهدتموه جميعا. في الأخير أقول أن سائق المقطورة لم يكن متعمدا في وقوع هذا الحادث المروري، بل كان ضحية لأخطاء ترتكب يوميا